عارف أول خطوة في تغيير حياتك؟ مش التمرين، مش الشغل، هي إنك تقوم مع أول نداء للفجر. اللي بيقدر يغلب نفسه في اللحظة دي يقدر يغلب أي حاجة في الدنيا. كل سجدة في الفجر بتفتح لك باب رزق وراحة وقوة محدش يعرفها غير اللي جرب. ابدأ يومك صح، صلي الفجر وابدأ من جديد. صلاة الفجر مش بس ركعتين، دي اختبار حقيقي بينك وبين نفسك. الكل نايم والدنيا ساكته، وانت بتقوم تكسر الكسل وتغلب نفسك. اللحظة اللي بتقوم فيها من سريرك قبل الشمس ما تطلع، دي اللحظة اللي بتعلن فيها إنك مش زي الباقيين. في الوقت اللي الناس لسه بتحلم، أنت بتبدأ تحقق حلمك. الفجر مش بس وقت صلاة، ده وقت النور الداخلي. ربنا سبحانه وتعالى بيختارك من بين الكل علشان تكون أول من يسجد وأول من يبدأ يومه ببركة. كل سجدة في الفجر بتخفف عنك حمل وبتفتح لك باب وبتزودك طاقة عجيبة. جرب تصلي الفجر يوم ورا يوم وشوف الفرق في نفسيتك، في رزقك، في تفكيرك. هتحس إن يومك بقى أخف، قلبك أهدى وطريقك أوضح. صلاة الفجر مش للملتزمين بس، صلاة الفجر لكل واحد نفسه يبدأ من جديد، لكل حد بيقول أنا عايز أغير حياتي. البداية الحقيقية مش في الكتب ولا في التمارين، البداية هناك على سجادة الفجر بينك وبين ربك، لما تقول الله أكبر والدنيا كلها لسه نايمة. ابدأ يومك بنور وهتشوف إزاي حياتك كلها تنور.